السلام عليكم. النهارده هنعمل كيكه الشاي العاديه بتاعتنا. معايا كوبايه سكر، كوبايه لبن، كوبايه سمنه على زيت، معلقه فانيليا كبيره، معلقه خل كبيره، كيس كيك شيف، 4 بيضات، معلقتين جوز هند، دي تكه كده جديده جربوها هتعجبكم، وكوبايتين ونص دقيق. طبعا الكوبايه اللي انا بعاير بيها كل حاجه بعاير برضو بيها الدقيق. اول حاجه هحط هنا معايا 4 بيضات في الخلاط. اول ما ببتدي اعمل الخطوات بتاعه الكيكه دي وابتدي اخلط فيها، بكون شغلت الفرن على درجه 180 درجه. يعني انا حاليا قبل ما اشتغل في الحاجه انا شغلت الفرن علشان على بال ما اخلص الكيكه بتاعتي تكون الفرن وصلت لدرجه ال 180. هحط هنا معلقه الفانيليا، وهحط كوبايه السكر على البيض، وهحط برضو معلقه الخل. الخل ده حلو قوي في الكيكه، بيمنع زفاره البيض، وفي نفس الوقت برضو بيخليكي الكيكه فاتحه بيضه كده وفاتحه وحلوه. هخلطهم مع بعض لمدة لا تقل عن 5 دقايق. البيض مع السكر مع الخل لازم يتخلط كويس جدا لحد ما يعلى معاه ويعمل فوليوم كده، والخليط يفتح، يبقى فاتح، يبقى لونه فاتح يعني. هسيبه يتضرب كويس جدا. بعد كده هنزل عليه بالسمنة والزيت. ممكن تعملي بزيت بس انا بحب يعني ساعات بعملها بزيت بس، وساعات بعمل لها خليط كده بين السمنة والزيت برضو بتبقى حلوة. يعني معلقة سمنة كبيرة، وباقي الكوباية كمليها عادي زيت. برضو والخلاط شغال معايا ما بفصلهوش، انا بحط كل حاجتي والخلاط شغال ما بفصلهوش. هسيبها حوالي مثلا دقيقة، دقيقة ونص كده لما يختفي خالص ويتجانسوا مع بعض. بعد كده هنزل بالحليب. حليب عادي بارد بدرجة حرارة الغرفة عادي. اخلطهم كويس قوي مع بعض. طبعا انا كنت نخلة الدقيق وهنخله تاني برضو لما اجي افضي الخليط دلوقتي هنخل الدقيق عليه تاني. ولو حبيتي تنخليه تالت او يعني 3 مرات عادي برضو، كل ما هتنخلي الدقيق كل ما هيخليلك يدخل فيه هوا، الكيكه تدخل لها هوا حلو قوي، وتبقى هشه في الفرن وتبقى كويسه. بص القوام، الخليط بتاعنا فاتح. انا هنا حطيت رشه ملح عشان كنت نسيتها وانا بعمل بضرب في الحاجه في الاول، فحطيتها في الاخر عادي. وهبدا انخل في الدقيق زي ما قلت لكم. بعد كده هقلبه عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات. تقلبوها كويس كده بمضرب. وبعد كده هنزل عليها بالكيك شيف. اقلبها كويس، اتاكد انها اتقلبت كويس قوي. وبعدين هنزل بمعلقتين جوز الهند. جربوا التركه دي والله يا جماعه هتوديلك الكيكه في حته تانية خالص. بتخلي ريحه البيت جميله، وبتخلي طعم الكيكه تحفه. طبعا بكون دهنه الصينيه بتاعتي سمنه. الصينيه دي حلوه قوي في مشكله ان في ناس ساعات بتقولك الكيكه بتطلع معايا معجنه من النص. الصينيه دي حلوه في ان هي بتتفادى المشكله دي خالص يعني. بديها طبعا كام خبطه عشان لو في مثلا فقاعات هوا ولا اي حاجه تطلع منها. بحطها على الفرن. ودي بعد ما طلعت من الفرن هي كده انا قلبتها سخنه. بصي هدوسلكوا عليها اوريكم قد ايه هي اسفنجيه وهشه خالص. هي سخنه على كده، انا بدوس عليها وهي سخنه. وهقطعها لكم برضو وهي سخنه. هتطلع كويسه ومش هتتفروت مننا ولا اي حاجه اهي، رغم انها سخنه. وهتشوفوا حتى الدخان بتاع بصوا شايفين الدخان اهو، لو واضح بالنسبه لكم يعني. اهي جميلة وطعمها حلو قوي، وجربوها وجربوا تركة الجوز الهندي دي هتعجبكم وهتفرق في طعمها خالص. بصوا مساماتها ضيقة ازاي، وبألف هنا عليكم يا رب.